إصلاحات تشريعية جاءت مضمنة في 4 تقارير سبق وأن صادق عليها المجلس الوطني لحقوق الإنسان في دورته الرابعة العادية. تنويه ملكي لفحوى التقارير التي تهم بالأساس تنظيم سير المحكمة الدستورية ووضعية أعضائها والمسطرة المتبعة أمام هذه المحكمة العليا المكلفة بالسهر على احترام الدستور وعلى سلامة الانتخابات التشريعية. أما بخصوص دور المحكمة الدستورية، التقرير الثاني للمجلس سطر مقترحات بشروط وكيفية تطبيق التجديد المعروف بالدفع بعدم الدستورية الذي يتيح لشخص طرف في النزاع معروض على القضاء أن يثير عدم دستورية القانون. ويرمي التقرير الثالث إلى إصلاح المحكمة العسكرية بناء على ملائمة النصوص السارية المفعول مع مقتضيات روح الدستور الجديد والالتزامات الدولية للمملكة. في هذا الصدد يقترح المجلس ألا تتم متابعة المدنيين أمام المحكمة العسكرية مع إعادة النظر في اختصاص المحكمة وجعلها مختصة فقط بالنظر في الجرائم المتعلقة بالانضباط العسكري أو التي يتورط فيها العسكريون في المس بأمن الدولة أو قضايا الإرهاب. غير ذلك يتم مقاضاة العسكريين أمام المحاكم العادية. وبخصوص المجلس الأعلى للسلطة القضائية المحدث بمقتضى الدستور، إحداثه في أقرب الأجال سيعطي بالنظر للمجلس الوطني لحقوق الإنسان بعدا فعليا لفصل السلطة والاستقلال السلطة القضائية.